اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ويوم جديد، ولا نشوف فيديو النهارده بيقول ايه. عايزه اقول لكم بقى لسه صاحيه، يعني صاحيه من شويه. تمام. ف دي زي ساعه ونص، ساعتين كده. قلت بقى اخد العلاج وافطر. طبعا مش عايزه افطر، ماليش نفسي يعني ان انا اقعد بقى ونعمل فطار وكده. الولاد بقى اكلوا اي حاجه، سندوتشات يعني، جبنه وحاجات كده علشان خاطر هيمشوا بقى يروحوا الدروس. فانا ما اكلتش معاهم يعني. فقلت بقى خلاص، بما ان يعني قعدت كتير وكده، وخدت العلاج بقالي فتره. فقلت بقى لا، عشان ما انساش نفسي واسرح. خلاص بقى رحت عامله بقى كوبايه نسكافيه وباكو بسكوت نواعم، اللي هو اصلا احنا عمرنا ما اشتريناه. عمرنا ما اشترينا باكو بسكوت زي ده ولقيناه سليم على بعضه. دي حاجة يعني غريبة ان احنا نشتري باكو بسكوت ونلاقيه سليم. فالمهم طبعا بحب البسكوت ده جدا جدا جدا. فبيبقى فطار حلو مع مع كوباية النسكافيه. يعني بصراحة بتسد معايا قوي، بتخليني اللي هو ايه، النسكافيه والبسكوت، بحس ان انا خدت طاقة كده، وعندي باور بقى ان انا اعمل كام شغلانة ورا بعض في البيت. بس الحمد لله هنا بقى كنت قلت بقى انا على ما النسكافيه يبرد شويه وافطر وبتاع. كل ده بصوا اللي هو مش ماليش نفس قوي يعني. فقلت لا، اقعد بقى اكتب الحاجات اللي انا بقيت دلوقتي، يعني بقى لي فتره كده بحب اكتب دلوقتي الحاجه اللي انا عايزه اعملها علشان بنسى. فمنع للنسيان بقعد اكتب بقى انا عايزه اعمل ايه. الولاد مثلا هيعوزوا ايه. القعده دي بتخليني زي ايه، زي تنشيط للذاكره. بتخليني انشط الذاكره كده، وافتكر بقى انا عايزه اعمل ايه، اجيب ايه، الولاد ناقصهم ايه، هيعملوا ايه كده. قعدت بقى اكتب المهام بتاعت اليوم بتاعتي كلها، وهعمل ايه وكده يعني. بس كنت بقى فطرت، وقعدت كمان عملت شوية أوراد لنفسي في البيت، اللي هو التسبيح والحاجات دي. بعد الصلاة وصليت يعني، وبعدين ايه قعدت أعمل شوية ورد لنفسي شوية. مفيش ساعتين لقيت معتز جاي من الدرس. فطبعا اول ما بيجي على طول، علشان بيبقى خلاص بقى ايه، هو من النوع اللي بينام بدري وبيصحى بدري. فانا قلت بقى الحقه ايه كده اول ما جه، علشان خاطر ما نسرحش مع بعض يعني. قعد بقى يوريني، هو طبعا لما باجي من بره بقعد معاه شويه، وعايزه اعرف بقى خد ايه، عمل ايه كده. هنا كان بيقول لي بصي، انا اول مره خدت 4 من 4، تاني مره خدت 3 من 3، تالت بعدها خدت 70 كفته يا ماما. ضرب يعني عصايتين. ف عشان ما كانش حافظ، فلما حفظ بقى بيقول لي انا جبت 9 من 9. قلت له تمام ماشي. هنا بقى كان عندي شويه ترويق وحاجات في الشقه كده عايزه اعملها. فقلت خلاص هبدا بقى بالبلكونه، مكركبه ومطربه شويه. سور البلكونه جبت الطبق ده، حطيت فيه شويه ميه عاديه خالص، ومسحت الاول التراب، علشان اولا بنفضش بالفرشه كده التراب كله لما بنطره بالفرشه بيرجع تاني بيدخل على ايه، على صدري وانا عندي جيوب انفيه. فبعمل ايه، بلم التراب بالحته الاول في قلب الميه واعصر والم التراب كله تاني. وبعدين بقى اجيب حته، يعني اجيب برضو بريكس او صابون او اي منظف يعني، بس هو عامه كان عندي بريكس. قلت بقى ايه، ادعك السور كده بالليفه السبونشه اللي هي السلك دي الاستانلس. برضو الحمام بيبقوا مبهدلين السور وكده. فبقعد بقى ايه، ادعكه كده بيطلع بقى بينضف وبيروح زي الفل. هنا بقى شلت الفرشه اللي انا كنت فرشاها ونفضتها، لان البلكونه عندنا احنا طبعا على سكه والدنيا عندنا لازم تراب يعني بصوا اللي هو تغمضي يعني، انا كنستها وتغمضي عينيك تلاقي التراب. بس انا قلت اعملها بالليل في الطراوه كده، لان البلكونه دي غير البلكونه التانية خالص. جنه. بصوا اللي هو ببقى نفسي افرش وانام فيها بالليل، بس طبعا بخاف يعني من كتر الطراوه اللي فيها. الطراوه اللي فيها تكييف، والله العظيم بمقام التكييف. والتكييف ايه، مش تكييف عادي يعني، تكييف يعني. المهم بقى ايه، مسكتها كده بقى وزعفتها الاول وبتاع ونفضتها وروقت عليها وكنستها، ولميت برضو التراب على جنب كده، ورحت جايبه شويه بريكس ورشهم في الارضيه ودعكها بالفرشه الخشنه كده، بحيث ان هي ايه تروق عليها. قعدت امسح بقى مره واثنين وثلاثه. طبعا انتوا شفتوني ان انا مسحت مره واحده، لا والله انا مسحت كذا مره. الفرشه دي بقى كنت شارياها للبلكونه من واحد كنا على الكورنيش، وواحد عدى بيها كده، فرخيصه يعني مش غاليه، حلوة ماشي حالها برضو، وسطرت البلكونة شوية والحمد لله. بس بقى قلت اخلص بقى البلكونة وادخل بقى المطبخ، ايه ما هي البلكونة دي في قلب المطبخ، فاهمين. فقلت بقى ادخل اغسل المواعين، علشان عندي شوية حبة اطباق كده وحاجات في الحوض، وكوبايات وازايز وحاجات عايزة تتغسل.
عشان خاطر ان انا المطبخ عندي يبقى نضيف، وامسك المطبخ برضو ايه، اروق عليه كده. خلصت بقى والمواعين والحاجات وكده، والولاد بقى كانوا عايزين عصير، عملت لهم عصير. وخلصت الحوض، وقعدنا بقى اللي عليه واجب واللي عليه مذاكرة. وطبعا انا ما بسيبهمش في الواجبات والمذاكرة، بما اني لسه عندي برضو اطفال، اللي هو معتز يعني بالنسبة له بقعد بيه، لان هو بيذاكر لوحده برضه، بس فاهمين اللي هو انا ما بعتمدش عليه في المذاكره، لازم ان انا اقعد برضه وراجع الحاجات بتاعتهم وكده يعني. بس وعليهم بيبقى عليهم برضه حفظ قران، لازم أن نقعد معاهم. الحاجات اللي هي ديت لازم أن انا، هم معتمدين عليا فيها. تقولي طب ليه هم مش صغيرين ما يعملوها هم لوحدهم؟ ما بيعرفوش، هم اعتمادهم ان هم بصوا، يعني عايزين يقعدوا في المكان ابقى قاعده معاهم بياكلوا، حتى لو انا ماليش نفس لازم أنا اكل معاهم. طب بصي دوقي دي، طب بصي، انتوا فاهمين اللي هو كده، متعلقين بيه زياده عن اللزوم. فلو رايحين مشوار تعالي تعالي معانا، مش عشان هم عايزين انا اوديهم، هم عايزيني انا معاهم. فده بيبقى تعب تعب ناس كتير، يعني يقول لك ايه، انتوا هم صغيرين ما تسيبيهم، هم مش صغيرين دلوقتي، سيبيهم يروحوا لوحدهم. هم اللي حابين كده، هم الولاد اللي حابين كده، نعمل ايه طيب؟ بس فطبعا احنا كل حاجه اتعودنا ان احنا نعملها مع بعض يعني. هما برضو يعني عارفين انا وانا بغسل الاطباق دي شويه المواعين دول، معتز قاعد جنب مني في المطبخ، قاعد ورايا بيكتب الواجب بتاعه والحاجه بتاعته، بس هو بيقعد بقى، ماما هو ده حلو، ماما ده صح، ماما ده كده، ماما انا كتبت صح كده، بصي الميس قالت لي كده، بصي صاحبي قال لي كذا، بصي فاهمين اللي هو كده يعني. بيقعد معايا في المطبخ كده يحكي لي بقى ايه، عمل ايه في يومه، وانا اقعد بقى برضه اسمع له. وساعات ابقى متضايقه تعصب عليه، يقول لي دي بقيتي عصبيه. بقيت عصبية عشان انا ببقى مركزة في شغل البيت، وهو عايزني اسمع له. فبقيت بقى دلوقتي كل اذان صاغية، اقعد واسمع. طب يلا بينا نسيب المواعين ونفرش بقى في الارض المطبخ، ونقعد بقى مع بعض كده انا وانت، نشوف انت هتحكي وانا اسمع بس. والله هم ولادنا مظلومين معانا بصراحة يعني، لان احنا شغل بيتنا بيبقى واخد كل وقتنا يعني.